وقصتنا النهاردة بتتكلم عن كتاب شمس المعارف بقلم أحمد محمد عباس. يلا نشوف القصة بتقول ايه النهاردة. لحد امتى هفضل كده؟ مش عارف انا هنا بقالي قد ايه، ولا ايه الوقت اللي لسه المفروض افضل فيه هنا. كل ده بسببي. لو ما كنتش دخلت نفسي في المواضيع دي من الاول كان زماني عايش حياتي طبيعي. الفضول هو اكتر حاجة ممكن تدمر صاحبها لما يكون ما عندكش سيطرة على نفسك وتمشي ورا رغباتك من غير ما تفكر. وقتها بس ممكن يكون طريق نهايتك. تعالوا احكي لكم ايه اللي حصل. من زمان وانا بحب الرعب وكل حاجة تخص الجن والعالم الاخر. من زمان وانا بحاول اتواصل معاهم باي طريقة. عندي فضول شديد اني اكتشف العالم ده واعرف الكائنات دي عايشة ازاي. طول الوقت كنت بعمل سيرش على الحاجات دي وعلى الطرق اللي توصلني ليهم، لحد ما في يوم وانا سهران على النت كالعادة لقيت اللي هيوصلني. بالمناسبة انا اسمي اشرف خالد، الشهير باشرف النمنم. عندي 22 سنة، عايش لوحدي، بشتغل اونلاين وما عنديش صحاب خالص، شبه ما بطلعش من بيتنا. انا بحب ابقى لوحدي اطول وقت ممكن، ما بحبش اتعامل مع الناس. الساعة كانت 3:10. فجأة لقيت صفحة غريبة على النت، اول مرة اشوفها، مع اني متأكد اني ما سبتش صفحة ما دخلتهاش طول فترة بحثي عن الموضوع ده. بصراحة انا اتبسطت قوي اما لقيت اخيرا حاجة جديدة ظهرت. كان عندي فضول جامد اني اشوف ايه ده، ممكن يوصلني لحاجة ولا زيها زي اي صفحة تانية دخلتها زمان. دخلت الصفحة وكانت مختلفة تماما عن اي صفحة دخلتها قبل كده. مش بس من حيث المحتوى، لا، دي حتى شكلها غريب، فيها حاجة مش طبيعية. طول ما انا فاتحها حاسس بحركة حواليا، احساس ان في حد معايا في الشقة وقاعد جنبي في اللحظة دي مش عايز يروح. فضلت اقلب فيها واقرا الكلام المكتوب اللي حرفيا مش فاهم منه اي حاجة لحد ما الفجر اذن. في اللحظة دي اللاب بتاعي فصل لوحده، وانا متأكد ان شحنه كويس ومفيش اي حاجة تخليه يفصل في الوقت ده. ومش بس اللاب اللي فصل، لا، ده احساسي في ان في حد معايا كمان مبقاش موجود. بصراحة ما اهتمتش للموضوع قوي وفتحت اللاب تاني عشان اكمل اكتشافي في الصفحة اللي لقيتها. بس اللي حصل كان اغرب من اني اتجاهله. الصفحة ملهاش اي اثر. فضلت ادور عليها بكل الطرق بس مفيش اي نتيجة. دورت عليها بس اكنها ما كانتش موجودة اصلا. فضلت في اللي بعمله ده على امل اني اقدر اوصل لها تاني، لحد ما نمت على الكنبة من كتر التعب. صحيت تاني يوم على صوت حاجات بتقع وتتكسر في المطبخ. الصوت كان جامد قوي، جسمي كان وجعني بطريقة غريبة لدرجة اني ما كنتش قادر اقوم واشوف ايه اللي بيحصل. فضلت اقاوم الوجع لحد ما قدرت اخيرا اتحرك شوية. رحت للمطبخ، كل ما قرب الصوت بيزيد بشكل بشع لحد ما فتحت باب المطبخ. في اللحظة دي انا اتجمدت مكاني. المطبخ مفهوش خدش حتى، كل حاجة زي ما كنت سايبها بالظبط، محدش لمس حاجة، مفيش اي صوت نهائي. رحت اغسل وشي عشان افوق واقدر استوعب اللي بيحصل. دخلت الحمام وغسلت وشي، بس لفت انتباهي حاجة غريبة مرمية على الارض. قربت منها بالراحة عشان اشوف ايه ده. مش معقول، ده كتاب. طب ازاي؟ ومين اللي جابه هنا؟ انا ما عنديش اي كتب نهائي، ومش من هواياتي اصلا قرايه الكتب. مسكت الكتاب بالراحه، منكرش اني حاسس بخوف جامد، وحاسس ان في حاجات كتير بتتحرك في المكان. في سخونه عماله تزيد في المكان، حاسس بنفس سخن في ظهري. عايز اشوف ايه ده بس خايفه الف. فضولي كان اقوى من خوفي، وفعلا لفيت اشوف مين ورايا. ايه ده؟ مفيش حد، مفيش اي حاجه خالص، بس لسه حاسس بالنفس دلوقتي بقى في وشي. ما قدرتش اتحمل السخونه اللي طالعه على وشي وبعدت مع اني مش عارف ايه مصدرها. اخدت الكتاب وطلعت بره، قعدت على الكنبه زي ما انا متعود عشان اشوف ايه الكتاب ده وايه حكايته وازاي وصل لبيتي
وخصوصا الحمام. أول حاجة لفتت انتباهي للكتاب ده إنه حرفيا مختلف عن أي كتاب ممكن تشوفه. حجمه مختلف، رسومات غريبة، بس أغرب حاجة فيه واللي صعب أي حد إنه يتجاهلها إنه غلاف الكتاب، لا ده الكتاب كله ملمسه غريب وريحته كمان. ده عامل زي ما يكون جلد حيوان أو حتى لا لا لا، مش معقول يكون جلد إنسان. لا طبعا، إيه التفكير الغبي ده؟ لا لا لا، مستحيل. فتحت أول صفحة من الكتاب وأنا حرفيا قلبي هيقف في الخوف، عقلي عامل زي المشلول، مش عارف أستوعب كل حاجة بتحصل. الدم اتجمد في عروقي في أول لحظة فتحت فيها الكتاب. لا لا، ده جنان، مستحيل يكون في كده. الكلام مكتوب بدم، الدم شكله جديد، كأن لسه الكلام مكتوب دلوقتي. مش عارف أقرأ حاجة، لغة الكتاب مش مفهومة، كلها عبارة عن رموز وأرقام. فجأة سمعت صوت من ورايا بيقول: أهلا بيك في رحلتك القادمة للجحيم مع شمس المعارف. الجملة فضلت تتكرر في وداني، وكل مرة الصوت بيكون أعلى وأبشع من المرة اللي قبلها. مش قادر أتحمله، لفيت أشوف الصوت ده جاي منين. أول مرة أندم على حاجة زي اللحظة دي. شفت منظر أبشع حاجة ممكن تشوفها في حياتك. فجأة محسيتش بأي حاجة، مش عارف أنا إيه اللي حصل لي. حتى فقت على نفس الصوت اللي سمعته، بدأت أفتح ايديا بصعوبة، مش عارف أشوف حاجة. في نور جامد وفي سخونية كأني في الجحيم، حرفيا حاسس بجلدي بيسيح من الحرارة. مش عارف أنا فين، إيه المكان ده، وإزاي جيت هنا أصلا. في حاجة بدأت تقرب ناحيتي. في الأول ما كنتش عارف أشوف إيه ده، بس لما قرب مني أول درجة إني بقيت حاسس بنفسه قدرت أشوفه. أيوة، هو نفس الكائن اللي شفته لما فتحت الكتاب. شكله أبشع من الأول، وشه مش باين فيه ملامح، عبارة عن فتحات شكلها بشع، عينيه لونها اسود جدا. لما تبص لها تحس انك بتبص للجحيم نفسه. هو حاجة كده شبه المسخ، كان شكله مرعب بطريقة توقف القلب. قرب من وشي اكتر وصرخ بصوت جاي من اعماق الجحيم، ورجع كرر نفس الجملة: أهلا بيك في رحلتك القادمة للجحيم مع شمس المعارف. أنت من أردت العبث معنا، أنت من فتحت أبواب الجحيم على نفسك، ولن تنغلق إلا بسقوط ورقتك. أنت الآن في جحيم شمس المعارف، فلتستعد لما هو قادم. منذ تلك اللحظة تبدأ ساعة العمل. وجودك في الجحيم لن يكون للمرح، سوف يطلب منك الكثير والكثير. من أول يوم فقت فيه ولقيت نفسي في المكان ده وأنا حياتي اتحولت 180 درجة. اسمه الجحيم وهو فعلا جحيم. خليني أعرفكم على المكان ده شوية. الجحيم هو الطبقة السادسة في النار. من بداية وجودي هنا عرفت قد إيه الإنسان كائن ضعيف قوي مقارنة بالكائنات التانية اللي قابلتهم هنا. عشان أقدر أحافظ على حياتي أطول وقت ممكن في المكان ده كان لازم إني أطيع أوامر أمراء الجحيم السبعة. كل أمير هو شيطان لأحد الخطايا المميتة، وما كانش في أي حلول قدامي غير إني أتعلم سحر شمس المعارف الكبرى. أيوة، هو نفسه الكتاب اللي بسببه أنا هنا دلوقتي. الكتاب ده هو أقوى من أي كتاب سحر ممكن ساحر يستخدمه في الكون. والحظ البشر إن الكتاب ده مش موجود منه غير نسخة واحدة بس أصلية، وإلا كان حصل كوارث كافية تنهي الجنس البشري كله. بدأت فعلا أتعلم كل حاجة تخص كتاب شمس المعارف، بداية من إني أعرف أقرأ الرموز والأرقام لحد إن أقدر أستخدم أقوى الطلاسم وأسخر أقوى قبائل الجن في خدمتي. كانت بتشرف على تعليمي أميرة الأميرات لقيس بنت لوسيفر. أيوة، بنت إبليس بنفسها هي اللي مسؤولة عن تعليمي. كنت بتعلم بسرعة كبيرة وفترة بسيطة جدا. كنت بقدر استخدم أي طلسم بشكل احترافي ولا أشطر ساحر في العالم. الحقيقة إن لقيس علمتني حاجات كتيرة. كنت بقضي طول اليوم معاها لحد ما جه اليوم اللي طلبت فيه
إننا نتجوز. الحقيقة أنا محتاجتش إني أخد وقت وأفكر في الموضوع، لأن جوازي من بنت لوسيفر ده كان في صالحي، وفي كل الأحوال أنا ما كانش ليا حرية الاختيار، لأني لو حبيت أرفض بختار إني أموت بطريقة أبشع من إن حد يستوعبها. فعلا أنا ولاقيس اتجوزنا وقتها، بس اتفتحت لي أبواب الجنة بمعنى الكلمة. بعد ما كنت مضطر إني أطيع الأوامر، بقيت أنا الشخص اللي بيدي الأوامر، مش بس خدام الجن، لا، أنا بقى معايا سلطات أعلى من كل أمراء الجن. مفيش قبيلة من قبائل الجن تقدر تعصى أوامري، ما عدا حد واحد بس، إبليس. إبليس هو كبير الشياطين. فضلت الحياة ماشية بشكل مثالي، سلطتي كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، وخبرتي في التعامل مع الطلاسم والسيطرة على قبائل وأمراء الجن بتزيد. كل مرضة الجن بقوا خدامي، ومفيش حد فيهم يقدر يعصلي أمر، ودول أضعف حاجة في الجن، فكنت بستخدمهم في الأمور البسيطة لحد ما جه اليوم اللي هينهي كل النعيم اللي عايش فيه. اليوم اللي قررت أخد فيه مكان لوسيفر، أسخر إبليس نفسه لخدمتي. لاقيس كانت عارفة أنا بفكر في إيه، حذرتني من اللي في دماغي ده حسابه أقوى من إن إنسان ضعيف زيي يقدر يتحمله. أقوى أمراء الجن ما عندهمش القوة الكافية اللي تخليهم يقفوا في وش إبليس ويتحدوه، بس أنا كنت واخد القرار. الغرور كان عميني. بدأت أحضر أدواتي وكل الطلاسم اللي أعرفها. تسخير إبليس لخدمتي مش حاجة هتكون سهلة يعني. وأخيرا قررت أستخدم العزيمة البرهاطية. أكيد أنا هنجح، أنا متأكد، مستحيل بالقوة الكبيرة اللي تخص العزيمة دي أفشل. بدأت أقرأ الطلاسم وبدأت أقول العزيمة. خلصت العزيمة وكل حاجة تحت سيطرتي لحد ما ظهر. أيوة، إبليس فعلا ظهر. كل الأمراء والقبائل دلوقتي متسخرين لخدمتي. أكيد هقدر أرغمه يطعني زي ما الباقي قطعني. أمرتهم يسلسلوا إبليس. الجن بدأ يتحرك ناحيته فعلا، بس حصل حاجة ما كنتش متوقعها. مش معقول قوة إبليس وسيطرته عليهم كانت أقوى من أقوى طلسم. كل الجن دلوقتي بقوا ضدي. هل كنت تعتقد يا ابن آدم أنك أقوى من لوسيفر؟ هل هيأ لك عقلك المحدود أن بإمكانك تسخير لوسيفر والاستيلاء على مكانه؟ لقد أثبتت اليوم أنك أنت وسائر بني جنسك أغبياء، فها أنت اليوم تستخدم سحرنا ضدنا، وتخيل لك أن لديك القدرة على هزيمتنا. نسيت أننا من أعطيناك تلك القوة كان عليك السمع والطاعة لنعفو عنك ونمنحك الحياة، وها أنت اليوم عصيت أوامرنا. لا عفو عنك اليوم يا ابن آدم. فمن تلك اللحظة دقت ساعة العذاب. إبليس خلص كلامه والجن بدأ يتحرك ناحيتي. فضلت أقرأ كل الطلاسم اللي أعرفها عشان أمنعهم يقربوا مني، بس مفيش حاجة بتتغير. إبليس بيضحك بصوت مخيف والجن حاصرني وبدأوا يلفوا سلاسل نار على جسمي. آخر جملة سمعتها من إبليس: مرحبا بك يا ابن آدم في جحيم شمس المعارف، استعد لما أنت مقبل عليه. فقت بعد وقت مش عارف قد ايه. لقيت نفسي في مكان شكله مفزع مليان هياكل بشرية. في اللحظة دي اتفتح الباب ودخلت لاقيس. أهلا بك يا ابن آدم، كيف حالك حتى الآن؟ هل أنت مستعد لتلقي مصيرك؟ راحة حاولت أن استعطفها عشان تساعدني وتخلصني من اللي أنا فيه، بس كانت الصدمة الكبيرة بالنسبة لي لما عرفت أنها طلبت ليا أقصى أنواع العذاب. لقد كنت أود وبشدة أن يكون شرف نهايتك على يدي، لكن كبيرنا قرر يتولى هو بنفسه تلك المهمة. لقد خسرت يا ابن آدم، فأنت لن تخسر فقط دنياك، بل خسرت أيضا آخرتك باتباعك لنا. لقد كفرت بربك واتبعت إبليس فخسرت دينك، ثم عصيت إبليس واتبعت أهواءك التي هي أشد فتنة من إبليس فخسرت دنياك. فها أنت الآن مقبل على ما لم يخطر ببال إنسي من قبل. خلصت كلامها وسابتني وطلعت.
سابتني وانا بفكر في مصيري اللي مش عارف هيكون ايه. سابتني وانا لأول مرة افتكر ربنا. طول حياتي وانا عايش بحاول اعرفهم واعرف عالمهم، بس ولا مرة فكرت اعرف ربنا. انا فعلا خسرت كل حاجة، ما عنديش حاجة دلوقتي اعملها غير اني ارجع واتوب لربنا. انا عارف اني دلوقتي كافر، بس مش في ايدي حاجة اعملها دلوقتي غير كده. لأول مرة في حياتي افتكر كتاب ربنا، افتكر ان في حاجة اسمها صلاة. بدأت اقرأ سورة ياسين والفاتحة وآية الكرسي اللي حفظتهم وانا بتعلم استخدم شمس المعارف. بدأت اقرأ بصوت عالي، فضلت ساجد على الارض وعمال اسمع السور اللي حافظها وادعي ربنا ينجيني من اللي انا فيه. حاسس بالمكان عمال يتهز جامد، وسامع اصوات عمالة تصرخ جامد، وكل ما اعلي صوتي الصراخ بيزيد، القرآن بيعذبهم. فضلت فترة طويلة كده مش عارف بعدها ايه اللي حصل. كل اللي فاكره اني فقت في مكان عامل زي الوادي، لقيت كتاب شمس المعارف مرمي جنبي ومحروق. دلوقتي بس عرفت ان ربنا سامحني وانقذني من اللي كان هيحصل فيا. من وقتها وانا بقيت انسان مختلف عن اللي كنت عليه. بقيت اصلي وحفظت القرآن كله، تقريبا معظم وقتي بقيت اقضيه في المسجد. قربت من ربنا جدا، وحياتي اتغيرت تماما عن زمان.